تخيل معي، بعد 30 يوما فقط من الآن تصبح شخصا مختلفا تماما. شخص يستيقظ مبكرا، يصلي بانتظام، يذاكر بتركيز، عنده طاقة وثقة في نفسه، ويشعر أن حياته بدأت تتحسن فعلا. السؤال هنا ليس هل هذا ممكن؟ السؤال الحقيقي هو: هل أنت مستعد تلتزم 30 يوما فقط؟ لأن الحقيقة البسيطة هي أن حياتك لا تتغير في سنة، بل تتغير في العادات الصغيرة التي تفعلها كل يوم. وفي هذا الفيديو سأعطيك خطة عملية لمدة 30 يوما، لو التزمت بها فعلا ستلاحظ فرقا حقيقيا في حياتك. لكن قبل أن نبدأ، لو كنت تريد تطوير نفسك فعلا وتحب هذا النوع من المحتوى، لا تنسى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، لأننا هنا نحاول أن نصبح نسخة أفضل من أنفسنا كل يوم. والآن دعنا نبدأ. أول شيء يجب أن تفهمه هو أن تغيير حياتك لا يحتاج قوة خارقة ولا حماس كبير ولا قرارات ضخمة. أغلب الناس يعتقدون أنهم يحتاجون دافعا قويا لكي يبدأوا، لكن الحقيقة هي أن الحماس يأتي بعد الفعل وليس قبله. بمعنى أنك لا تنتظر أن تتحمس لكي تبدأ، بل تبدأ أولا ثم يأتي الحماس لاحقا. خلال 30 يوما القادمة هناك قاعدة واحدة فقط: افعل الأشياء حتى لو لم يكن لديك مزاج. لا تريد المذاكرة؟ ذاكر 20 دقيقة فقط. لا تريد الرياضة؟ مارسها 10 دقائق. لا تريد القراءة؟ اقرأ صفحة واحدة فقط. السر الحقيقي ليس في أن تكون مثاليا، السر هو الاستمرار. الآن دعني أعطيك 5 عادات بسيطة لو التزمت بها لمدة 30 يوما يمكن أن تغير حياتك فعلا. أول عادة هي الاستيقاظ مبكرا. الاستيقاظ مبكرا يعطيك هدوءا وتركيزا ووقتا إضافيا في يومك. ليس شرطا أن تستيقظ 5 صباحا مثل ما يقول البعض، لكن حاول أن تستيقظ أبكر بساعة من الوقت الذي تستيقظ فيه عادة. هذه الساعة وحدها يمكن أن تصنع فرقا كبيرا في يومك. العادة الثانية هي الاهتمام بعبادتك. أكثر شيء يعطي الإنسان راحة نفسية حقيقية هو علاقته بالله. خلال 30 يوما القادمة حاول أن تحافظ على الصلاة في وقتها، وأن تقرأ ولو صفحة واحدة من القرآن يوميا، وأن تأخذ دقيقة أو دقيقتين للدعاء. ستتفاجأ بكم الهدوء والراحة التي ستشعر بها في حياتك. العادة الثالثة هي الرياضة. لا تحتاج إلى الذهاب إلى الجيم، ولا تحتاج معدات خاصة. يمكنك أن تمشي 20 دقيقة يوميا أو تمارس بعض التمارين البسيطة في البيت. الرياضة تزيد طاقتك وتقلل التوتر وتحسن حالتك النفسية بشكل كبير. العادة الرابعة هي القراءة أو التعلم. حاول أن تقرأ 10 صفحات فقط يوميا. 10 صفحات رقم صغير جدا، لكنه مع الوقت يصنع فرقا ضخما. بعد شهر واحد فقط ستكون قد قرأت كتابا كاملا، والكتب من أكثر الأشياء التي تغير طريقة تفكير الإنسان. العادة الخامسة هي تقليل السوشيال ميديا. اسأل نفسك بصراحة: كم ساعة تضيع يوميا على الهاتف في مشاهدة فيديوهات قصيرة أو تصفح بلا هدف؟ لو قللت فقط 2 ساعات يوميا من استخدام الهاتف، فهذا يعني أنك ستكسب 60 ساعة في الشهر. تخيل كم شيء يمكن أن تتعلمه أو تنجزه في 60 ساعة. لكن لكي تنجح هذه العادات يجب أن يكون يومك منظما بشكل بسيط. لا تجعل يومك عشوائيا. يمكنك مثلا أن تبدأ يومك بالصلاة، ثم تخطط لليوم لمدة 5 دقائق فقط، ثم تبدأ أهم مهمة لديك سواء كانت مذاكرة أو عمل. في منتصف اليوم تركز على إنجاز المهام المهمة، وفي المساء يمكنك ممارسة الرياضة أو القراءة أو تطوير نفسك قليلا. الفكرة ليست أن تملأ يومك بالمهام، بل أن تجعل يومك واضحا ومنظما. وفي نفس الوقت هناك بعض الأشياء التي يجب أن تتوقف عنها إذا كنت تريد أن تتغير فعلا. أول شيء هو التسويف. لا تؤجل الأشياء المهمة دائما إلى الغد. ثاني شيء هو السهر بلا سبب، لأن السهر يدمر يومك التالي بالكامل.
ثالث شيء هو المقارنة بالآخرين، لأن المقارنة المستمرة تجعلك تشعر بالإحباط بدلاً أن تركز على تطوير نفسك. ورابع شيء هو إضاعة الوقت الطويل على الهاتف بلا هدف. الآن أريد منك أن تعتبر هذا الفيديو بداية تحد بسيط. جرب لمدة 30 يوماً فقط أن تلتزم بهذه الأشياء. استيقظ مبكراً قليلاً، حافظ على عبادتك، مارس الرياضة ولو بشكل بسيط، اقرأ أو تعلم شيئاً جديداً كل يوم، وقلل استخدام السوشيال ميديا. ليس المطلوب أن تكون مثالياً، لكن المطلوب هو ألا تتوقف. تذكر شيئاً مهماً جداً، بعد سنة من الآن ستندم على أحد أمرين: إما أنك بدأت اليوم وقررت أن تغير حياتك خطوة خطوة، أو أنك شاهدت هذا الفيديو ثم عدت لنفس العادات القديمة. لذلك لا تجعل هذا الفيديو مجرد فيديو شاهدته وانتهى، بل اجعله نقطة بداية حقيقية. ولو كنت فعلا ستدخل تحدي 30 يوم، اكتب في التعليقات: أنا داخل تحدي 30 يوم. أحب أن أرى كم شخص قرر أن يبدأ التغيير من اليوم. ولا تنسى أن تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، لأننا سنتكلم في الفيديو القادم عن كيفية بناء الانضباط الذاتي والسيطرة على حياتك. أشوفك في الفيديو القادم.